الليلة دي كلنا هنفتكرها طول عمرنا، من ساعة ما ظهرت السلعوة في الجبل والدنيا اتقلبت. النباح اللي سمعناه من فوق الجبل ما كانش كلب ولا حتى ضبع، كان في حاجة تانية بتصرخ من جوه جهنم. وبعدين لقيناها، السلعوة واقفة، وصها ضبع ونصها بني آدم وسنانها مليانة دم. جري عم فتحي يصرخ، لكن السلعوة كانت أسرع، نطت عليه وبدأت تنهش في وشه وهو بيعيط زي العيال. لقينا عصاية عم فتحي مرمية ونضارته مكسورة، بس هو ملهوش أثر وكأن الأرض بلعته. الناس بدأت تهمس، يقولوا دي مش سلعوة، دي لعنة قديمة طلعت من باطن الجبل. يوسف ابن عبد الجابر خرج يلعب قدام البيت ومرجعش، دوروا عليه في كل حتة ملوش أثر. الجرن اتملى برجالة البلد، بس مفيش حد قادر يبص للتاني. الرعب كسر عينيهم وكأن كل واحد شاف الموت بعينه. واحنا قاعدين سمعنا الصرخة، مش صوت كلب ولا ضبع، حاجة تانية طلعت من بطن الأرض وصرخت كأنها بتعلن الحرب. مرة واحدة النور اتقطع، سمعنا زعيق من آخر الجرن وجري وصريخ وصوت حاجة بتتحرك في الضلمة. محمود كان واقف قدامي وغمضة عين ملهوش وجود، لا صوت لا حركة، اختفى كأن الهوا شاله. أبو رمزي شد شنطته وقال أنا ماشي، بس وهو بيعدي بوابة البلد سمعنا الصوت تاني، والريحة ريحة لحمة محروق. صابر وقف وقال اللي بيقتل ولادنا مش سلعوة، دي حاجة تانية، وأنا هطلع الجبل ولو مرجعتش احرقوا الجرن. أول ما طلعت الجبل حسيت إن الهوا بيشدني لورا، وبعد 3 دقايق مشي لقيت صخرة عليها علامة مش من شغل بني آدمين. سمعت نفس تقيل ورا ظهري، ولما لفيت لقيت حاجة بتقف على رجلين بس ضلها كان ل4. جريت بكل قوتي بس الأرض كانت بتتهز، الجبل نفسه بيترك وكأن في حاجة ضخمة بتصحى من جوه. رجلي اتزحلقت، وقعت في حفرة غويطة، مش حفرة طبيعية، دي معمولة بإيدين بس مش إيدين بني آدمين. ولقيتها السلعوة الحقيقية، مش اللي بنسمع عنها، دي واقفة فوقي، وشها وش بني آدم، جسمها مش معروف وعينيها حمرا مولعة. آخر حاجة شفتها كانت ضلها بينزل ناحيتي والبرد دخل عضمي، وساعتها عرفت إن مفيش رجوع. ومن يومها محدش طلع الجبل تاني، واللي بيسأل عن صابر نقول له اسمه مكتوب على حجر في حتة محدش بيقرب منها. السلعوة كانت أكتر من مجرد كائن، كانت لعنة محروسة، وصابر أول وآخر من شاف الحقيقة.